عليه الصلاة والسلام. ما هو الكتاب المقدس ادانا قصة واحد فعلا كان ابن امه، لو صح هذا التعبير، يعني بيطوع امه في كل حاجة حتى في الغلط، وكان قديسا من القديسين الكبار. ده يعقوب اب الاباء في طاعته لامه رفقة. حتى امه رفقة لما طلبت منه انه يخدع اباه اسحاق وانها توضى بالاكله وانها تقول له روح يقول انه عيسو وانها تلبسه فروه، مشي معاها مع انه عارف ان دي هتجيب له ضرر، وقال لها انا خايف تجيب لي لعنه بدل بركه. قالت له لعنتك عليا يا ابني، بس انت نفذ الكلام ونفذ. يعني افرض ان خطيبك ده اخذ شويه من يعقوب اب الاباء، يعني بتحصل في ارقى العائلات يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شنودة وفي كتابك المقدس. يشتم سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولسه الناس بتشك إن الكتاب ده محرف. لعنتك علي يا ابني. هو ده رسول ده يتلقى الوحي من ربنا، ولا قاعد على المصطبة مع عمه بيتلقى منها الخطط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.